مسا مسا على كل عشاق دحيح الأفلام. فيلم النهاردة اسمه ترانسفورمرز اجي اوف اكستنشن، وبيحكي عن المتحولون، ولكن مش هيكونوا متحولون بس كده وخلاص، لا دول هيتحولوا كمان في عصر الانقراض. ما تيجي نشوف. بيبدأ الفيلم في الماضي وقت عصر انقراض الديناصورات، وقتها كان في مركبات فضائية موجودة وهجمت الديناصورات اللي كانت موجودة على الأرض، ونتيجة الهجوم ده حرقت كل أماكن الديناصورات وحصل انفجار كبير، وكل الديناصورات اتحرقت واتحولت رماد في لحظة، وبكده انتهى عصر الديناصورات. بعد كده بنروح للقطب الشمالي، وقتها كان في بعثة استكشافية علشان يدوروا على أي حفريات موجودة في وقتنا الحالي متعلقة بالديناصورات اللي انقرضت أيام زمان وقت هجوم المركبات الفضائية. وفي اللحظة دي قائدة البعثة اكتشفت حفرية ضخمة عملاقة لديناصور ضخم عملاق، وقالت لباقي الفريق اللي معاها الاكتشاف اللي احنا اكتشفناه ده هيغير العالم كله، واحنا دلوقتي بقى في ايدينا كنز كبير. وبعد كده بنروح لواحد اسمه كيد ييجر، وكيد ييجر كان راكب عربيته وماشي على الطريق السريع علشان يوصل لمصنع خردة يشتري منه خودة تنفعه في التصليحات اللي بيعملها. وبيدخل مسرح في خردة كتيرة جدا، وقتها بيعجبه شاحنة كبيرة عملاقة، وبيسأل صاحب الخردة على سعرها علشان يشتريها لأنه اكتشف فيها ضلته. وفي اللحظة دي بنشوف كام بنت حلوين ومبسوطين بسبب انهم خلاص خلصوا الثانوية واخيرا هيروحوا الجامعة اللي كان نفسهم يدخلوها، وكان من ضمن البنات دول بنت كيد ييجر اللي كان اسمها تيسا. وبعدين تيسا بتسيبهم تدخل للبيت بتاعها، ولكن قبل ما تدخل بتعدي على البريد اللي قدام بيتها وبتلاقي ان في رسائل ليها جاية من الجامعة اللي قدمت فيها، ودي كانت جواب رفض قبولها للجامعة. وبتتصدم تيسا وبيكون هاين عليها تعيط. بعد كده بنشوف لجنة خاصة بالأمن القومي وهم قاعدين مع بعض يتناقشوا في اللي حصل من 5 سنين على مدينة شيكاغو، ووقتها كان فيه هجوم كبير جدا دمر المدينة ودمر معاها عدد كبير من ناطحات السحاب، وكانت فوضى كبيرة خلت الشعب كله عايش في خوف وقلق كبير جدا لا يقاوم. ووقتها كانوا بيتكلموا مع بعض وبيقولوا ان اللي حصل ده كان سبب كبير جدا اننا نفهم ان الفضائيين مش لازم دايما نستعين بيهم في المعارك بتاعتنا الخاصة بينا ضد اي دولة او عداء تاني، وانهم لازم يدافعوا عن نفسهم بالجيش الخاص بيهم اللي مكون من ابنائهم وعيالهم، واللي عندهم وطنية كبيرة جدا قادرة انها تخليهم يهزموا اي حد مهما كانت قوته او سلطته عليهم. وبعدين واحد منهم اتكلم وقال لسه في عدد كبير جدا من الديس بيتكون هاربين بعد ما تنكروا فايقتهم ومحدش يعرف عنهم اي حاجة. وواحد تاني قال هنا عصر المتحولين خلاص انتهى وخلص، واحنا دلوقتي هنهتم بنفسنا ومش هنرجع تاني لعصرهم ولا هيكونوا فارقين معانا، ولازم نقضي على اي حد منهم لسه عايش وبيتحرك. ودلوقتي بداية عصرنا الجديد اللي هننهي بيه عصر المتحولين. وبعد كده بنروح لكيد ييجر اللي كان خلاص اشترى الشاحنة اللي عجبته وراجع بيها على بيته، وكان كيد ييجر مهووس بشراء الشاحنات القديمة علشان يقدر يعمل بيها اختراعات او يستغلها في حاجة مفيدة. وهنا بتشوفه تيسا وبتقول له تاني ضيعت فلوسك يا فاشل على الحاجات التافهة اللي ملهاش اي لازمة، مش كنا جبنا بالفلوس دي فرختين وكرتونة بيض نستنفع بيهم؟ ونابوها قال لها دي فلوسي يا بت وانت مالكيش دعوة بفلوسي، لما اصرف من فلوس البيت بيتكلمي وسمعيني صوتك اللي ما بسمعوش غير في الفلوس وبس. ولكن تيسا مش بتسكت وبتبدأ تردح لاباها وبتقول له كل اللي انت بتعمله انك بتشتري شوية زبالة علشان تعمل بيهم زبالة كبيرة جدا ملهاش اي لازمة. وقتها اصلا بيكون كيد ييجر مش معاه فلوس اصلا، وان اللي كان دفع الفلوس هو صاحبه وشريكه لوكاس، وقدام بقى يبقى كيد ييجر يسدد له اللي عليه ده لو جاله فلوس اصلا. وبعد كده بيكون في فريق عسكري رايح علشان يقتل واحد من ضمن افراد الديسبيتيكون كان مستخبي في سفينة، ولكن في واحد تاني روبوت ضخم مستخبي في المية وبيراقبهم بكل صمت من غير ما حد يحس بيه. وبعد كده بيجي واحد من ضمن الاوتوبوت وبيكون في رسالة من اوبتيموس بتعرفهم انهم لازم يقطعوا كل علاقتهم مع البشر لانهم مطاردين منهم ولو عثروا فيهم مش هيعتقوهم. وبعد كده الروبوت اللي كان مستخبي بيظهر وبيضرب ناس على اوتوبوت وبيقتله وبيقع على الارض الاوتوبوت، والروبوت ده وقتها كان من الديسبيتيكون. وبتظهر فرقة عسكرية كمان وبتكون تبع الروبوت اللي من الديسبيتيكون، وبعدين بيروح للاوتوبوت علشان يحاول يعرف منه مكان اوبتيموس، ولكن الاوتوبوت بيرفض. وهنا الروبوت اللي من الديسبيتيكون بيقتل الاوتوبوت وبيخلص عليه. وبيكمل
طريقه مع الفريق العسكري في رحلة بحثهم عن اوبتيموس. وبعد كده تاني يوم كيد ييجر كان قاعد مع الشاحنة اللي لسه مشتريها علشان يعمل ليها صيانة ويهتم بيها علشان يستخدمها في الاختراعات الغريبة بتاعته اللي بيعملها. وبعد كده كيد ييجر بيعرف تيسا ولوكاس ان الشاحنة دي مختلفة عن اي شاحنة شافها في حياته، وان الفلاس بتاعها جامد جدا ومش سهل تشكله زي ما انت عاوز. وبعد كده كيد ييجر عرفهم انه غير الوصلات بتاعتها كلها ولسه مركب وصلات جديدة وهيجربها معاهم حاليا علشان يشوفها على الطبيعة. ولكن اول ما بيوصل الوصلات ويشغلها هنا بتظهر رسالة للقائد اوبتيموس وبيبلغ انهم لازم يسيبوا المكان اللي هم فيه ده ويهربوا منه بسرعة. وهنا كيد ييجر بيقول لهم مش قلت لكم ان الشاحنة دي فيها حاجة غريبة؟ ده غالبا من المتحولين. وهنا لوكاس وتيسا بيطلعوا يجروا يهربوا من المكان بسرعة، وهنا بيطلع كيد ييجر يجري وراهم وبيعرفهم ان المتحول مش شيطان، ولكن هم فهموا ان المتحولين خطر جدا وما ينفعش يتعامل معاهم لانه هيعرض نفسه وهم للموت. ولكن كيد ييجر حاول يفهمهم انها مجرد شاحنة مش اكتر، ولكن هم قالوا له دي مش شاحنة، دي عبارة عن آلة قتل فضائية ولو قامت علينا هتهاجمنا وكلنا هنموت بسببك انت. وبعد كده لوكاس حاول يقنعه وقال له دلوقتي الشرطة عاملة مكافأة $25,000 لو حد قدر يمسك متحول ويقبض عليه ويبلغ عنه ليهم، وكده الفلوس هتلعب في ايدينا وهتقدر تحسن من حالتك ومستواك المادي اللي زي الزفت. وكمل وقال له ده كمان $25,000 لو المتحول كان ميت، لكن لو عايش بقى وقتها هتاخد $100,000، يعني انسى الفقر وعيش على وضعك اللي نفسك فيه. وهنا تيسا اول ما بتسمع كلام لوكاس بتقول لابوها احنا لازم نكلمهم دلوقتي حالا، ده كده هنقب على وش الدنيا والفلوس كلها تلعب في ايدينا. ولكن هنا كيد ييجر بيرفض كلامهم كله وبيعرفهم انه لازم يكمل اختراعاته على الشاحنة دي لان التكنولوجيا اللي فيها مميزة جدا وبالتالي هتساعده في كل اختراعاته. كمل كيد ييجر وعرفهم انه لو استخدمها بشكل صح مش هيقلقوا بعد كده من ناحية الفلوس، والفلوس كلها هتلعب في ايديهم وهو ما ينفعش يستعجل، وبخبرته الكبيرة هيعمل حاجة كويسة هتفيدهم كلهم وتجيب ليهم فلوس كتيرة. وبعد كده دخلوا كلهم تاني عند الشاحنة علشان يعرفوا طبيعتها وهل المتحول اللي فيها ميت ولا عايش، ولكن بيتصدموا لما الشاحنة بتبدأ تتحول وبيخرج منها القائد اوبتيموس اللي كان بيتنكر فيها. وهنا كيد ييجر ولوكاس وتيسا كلهم كانوا مرعوبين وهيموتوا من الخوف. وهنا اوبتيموس اتكلم وقال لهم انا اكون اوبتيموس برايم وكل الاوتوبوت اللي تبعي في خطر ولازم الحقهم وانقذهم من الدمار اللي مستنيهم باسرع وقت. ولكن كمل كلامه قال لهم للاسف انا مش قادر اتحرك بشكل طبيعي ومحتاج صيانه عاجله بسبب اني اتبهدلت قوي في المعركه الاخيره اللي كانت بيني وبين اللي عاوزين يقتلونا، وبعدها وقع اوبتيموس برايم على الارض. وهنا كيد ييجر عينه بان فيها لمعه اول ما سمع كلمه ان اوبتيموس برايم محتاج صيانه، وبدا يتكلم معاه كيد ييجر علشان يفهم منه مين السبب وايه اللي وصله لكل ده. وهنا اوبتيموس برايم قال لكيد ييجر البشر ضحكوا عليا وعملوا لي كمين طلع من نافوخي وهم السبب في كل اللي حصل لي ده. وهنا تيسا استغربت وسالوه ليه البشر عملوا فيك كده يا اوبتيموس برايم؟ وهنا اوبتيموس برايم قال لهم مش البشر بس اللي عملوا كده، كانوا معاهم قوة تانية، وعرفهم بعد كده ان الروبوت بس هم اللي يقدروا يصلحوه دونا عن غيرهم، وده بسبب انهم عارفين كل حاجة عنه وعن هيكل التصنيع بتاعه. ولكن هنا كيد ييجر ما عجبوش الكلام وقال له هو انت مش شايفني ولا ايه يا اسطى؟ ده احنا ابطال زي بعض يا عم اوبتيموس برايم، انت بس نام وسيب لي نفسك وانا هظبطك واخدك فوطه سخنه وساقعه لحد ما اخليك فله. بعد كده واحد من ضمن افراد الحكومه بيقابل واحد من الديسبتيكون وبيساله انتوا ليه بتدوروا على اوبتيموس برايم وعاوزينه في ايه؟ رسيني على الحوار وانا هعمل لك اللي انت عاوزه. ولكن هنا الديسبتيكون قال له خليك في حالك ونفذ اللي انا طلبته منك بدل ما افعصك تحت رجلي دلوقتي. وبعد كده الراجل اللي تبع الحكومه ده راح للمخابرات وعرف شكل اوبتيموس برايم علشان يعرف يمسكه، وبعد كده بيجمع الفريق بتاعه وبيتحركوا عند اوبتيموس برايم علشان يخلصوا عليه. وبعد كده بيروحوا عند بيت كيد ييجر وتيسا لما بتشوفهم بتتصدم وبتخاف وبتبدا تنادي على ابوها. وبعد كده بيقابلوا كيد ييجر وبيسالوه عن الشاحنه اللي هو اشتراها، وقتها بيكون لوكاس هو اللي بلغ عن كيد ييجر علشان هيموت من الرعب بسبب اوبتيموس برايم. وبعد كده بيدخلوا يفتشوا البيت والمخزن بتوع كيد ييجر ولكن مش بيلاقوا فيه اي حاجه. وهنا كيد ييجر قال لهم انا فعلا اشتريت الشاحنه بس انا فكيتها كلها وسبتها بره قدام البيت علشان استخدمها في المشاريع بتاعتي.
ولكن اتفاجئت اني ما لقيتهاش بعد كده لما خرجت، ولكن بيقع كيد ييجر في الكلام بالغلط وبيجيب سيرة اوبتيموس برايم من بعيد، وعلى طول بيفهموا انه شافه ويعرف مكانه، وبعد كده هجموا عليه وهددوه ببنته وعرفوه ان لو ما اتكلمش هيقتلوا بنته وهيخلصوا عليه. ولكن هنا اوبتيموس برايم بيظهر وبيتحول من المكان اللي كان مستخبي فيه جوه مخزن كيد ييجر، وبيبدأ يهاجم الجنود اللي جايين يقبضوا عليه وبيخلص عليهم كلهم. وهنا كيد ييجر ولوكاس وتيسا بيطلعوا يجروا بعيد عن مكان المعركة علشان ما يموتوش، كمان علشان يهربوا من الحكومة وما يقبضوش عليهم. وبعد كده بيظهر واحد بعربيته يكون حبيب تيسا وبيركبوا معاه كلهم وبيطلع يهرب بيهم من المكان بسرعة. وكيد ييجر كان متجنن ان بنته تعرف حد من وراه، وبعد كده بتيجي الحكومة وبتهاجمهم كلهم، وبيموت لوكاس بعد ما اترمى عليه قنبلة وتحول لمسخ ومات. وبعدين بيجي اوبتيموس برايم وبينقذهم وبيهرب بيهم لمكان بعيد. وبعدين اوبتيموس برايم بيبدأ يتواصل مع كل الأوتوبوت اللي بيكونوا فرحانين جدا ان القائد بتاعهم اوبتيموس برايم لسه عايش، وهو بيبلغ انهم لازم يتقابلوا علشان في كلام مهم لازم يعرفوه. وبعد كده اوبتيموس برايم بيقول لهم دلوقتي البشر هاجمونا وغيروا من قوانينهم معانا، واحنا كمان هنغير قوانيننا معاهم علشان نفضل عايشين. وبعد كده كل الأوتوبوت بياخدوا بالهم من كيد ييجر واللي معاه وبيسالوا اوبتيموس برايم من دول. وهنا اوبتيموس برايم قال لهم الناس دي ساعدتني وهم السبب اني لسه عايش ولازم نحميهم علشان يستاهلوا. وبعد كده الاوتوبوت بيتكلموا وبنفهم ان اللي بيقتل فيهم ويكون روبوت من افراد الديسبيتكون اسمه لوك داون، وان في مجموعه كبيره من البشر بيساعدوه وهم مش قادرين يفهموا العلاقه بينهم ايه. وهنا كيد ييجر بيقول لهم في شركه بتاخد كل الخرده بعد ما بيتخلصوا منها، واكيد الشركه دي ليها علاقه باللي بيحصل ليكم. وهنا اوبتيموس برايم قال على الطلاق من بيتي اقتل اللي بيعمل فينا كده مهما كان مين هو. وبعد كده اجتمع بيهم اوبتيموس برايم علشان يحطوا خطه تخليهم يقدروا يدخلوا الشركه من غير ما حد ياخد باله منهم علشان يمسكوا اللي كان السبب في اللي بيحصل ليهم. وبعد كده مدير الشركه اللي اسمه جو شوا بيقابل قائده الفريق العلمي اللي قدرت تستكشف حفريه الديناصور في القطب الشمالي، وقالت له دلوقتي اكتشفنا حاجه مهمه جدا، وده هيلغي فكره ان زمان كان في نيزك ضرب الارض وخلى الديناصورات تنقرض، وان الهيكل اللي اكتشفته هو السبب في انقراض الديناصورات بعد ما عمل انفجار كبير جدا على الارض. وهنا جو شو بيعرف القائده العلميه انهم بياخدوا كل الاوتوبوت علشان ياخدوا مواد من جسمهم ويقدروا يعملوا بيها اوتوبوت تاني زي ما هم عاوزين ويشكلوه زي ما نفسهم فيه، وقتها يقدروا يعملوا اسلحه ومكونات تانية كتير محدش غيرهم بس اللي هيمتلكها. وبعد كده بيقدر كيد ييجر واللي معاه بيقدروا يدخلوا الشركه وبيتفرجوا جوه على النماذج الكتيره اللي قدرت الشركه انها تنفذها بمنتهى الدقه. وفي اوتوبوت بيلاقي واحد نسخه منه جوه فبيقوم يدمرها علشان ما يكونش فيه غيره. وبعد كده الراجل الخاين اللي تبع الحكومه بيروح لجو شوا وبيعرفوا ان هو كمان مشترك معاهم في كل اللي حصل، لانهم شافوا طياره من الطيارات بتاعته وقت الهجوم على الاوتوبوت. وبعدين بيعرفوا هما الاثنين ان كيد ييجر دخل الشركه واخترقها، وبيحاول يهرب كيد ييجر لانه عارف ان اللي في الشركه بيطاردوه، ولكنهم قدروا يقفشوه ويقبضوا عليه. وبعد كده الراجل الخاين اللي تبع الحكومه بيقابل كيد ييجر وبيعرض عليه اتفاق انه يرجعه مع بنته بيتهم تاني، ويا دار ما دخلت شر، مقابل انه عرفهم بمكان اوبتيموس برايم. ولكن ما بيلحقش كيد ييجر يفكر، لان هنا عدد كبير جدا من الاوتوبوت بقياده اوبتيموس برايم بيهجموا على الشركه علشان يقدروا ينقذوا كيد ييجر اللي قبضوا عليه جوه. وبعد كده بيقدروا يوصلوا لكيد ييجر وبينقذوه من اللي قبضوا عليه، وبعد كده بيدمروا كل النماذج اللي قدرت الشركه انها تصنعها. وهنا مدير الشركه جو شوا بيعرف اوبتيموس برايم ان النماذج دي تعب فيها وهي ملكه، ولكن اوبتيموس برايم قال له النماذج دي كلها جايه من الاوتوبوت اللي انت قتلتهم، وانا مش هخليك تتهنى بيهم. وبعد كده بيجي اتنين من الروبوت اسمهم جالفترون وستينجر علشان يهاجموا الاوتوبوت ويدمروهم، وبتقوم بينهم معركه كبيره جدا وصواريخ وقنابل بتطير من كل حته، واوتوبوت كتير بيتدمر، وكمان ناس كتيره من المدنيين. وفي الوقت ده كانت تيسا قاعده على الارض مش عارفه تروح فين ولا تيجي منين بسبب القنابل والنار اللي دمرت كل حاجه حواليها، وبيحاول ابوها ينادي عليها علشان تروح عنده وينقذها. وبعد كده بيجي لوك داون وبيضرب صاروخ كبير على جسم اوبتيموس برايم، واجزاء كتيره من جسم اوبتيموس برايم بتتدمر وقوته بتقل. وبيجي لوك داون وبيضرب صاروخ تاني على اوبتيموس برايم، وبيكون معاه سفينه فضائيه داخل بيها المعركه. وبعدين بيقرب لوك داون من اوبتيموس برايم
وبيقول له بسبب انك كنت مع البشر على طول وبتحميهم ضعت وخلاص هتموت، وان اللي عملك بعتني علشان يرجعك تاني وهناك مش هتعرف تفلت من ايده. وهنا لوك داون بياخد معاه اوبتيموس برايم بعد ما قبض عليه وبياخده للسفينه الفضائيه، وبالغلط السفينه بتسحب كمان عربيه كانت موجوده فيها تيسا وبتطلع بالغلط فوق معاهم وسط محاولات كتير من ابوها ينقذها ولكن دون فايده. وبعد كده اوبتيموس برايم بيطلب من كيد ييجر يعرف في الاوتوبوت كل اللي حصل عشان يحاولوا ينقذوه. وبعد كده بيجي جو شاو بيتعرف على لوك داون انه يديله الماده الجديده اللي قوتها كبيره اللي صنعوها مقابل انه يسلم له اوبتيموس برايم، ولكن ما بيلحقوش يكملوا كلامهم عن الصفقه، وده بسبب ان هنا بيجي الاوتوبوت وبيهاجموا السفينه مع كيد ييجر وحبيب تيسا وبيقدروا يمنعوها من الطيران وبيثبتوها على مباني كتيره. وهنا بيتعصب عليهم لوك داون وبيطلق كل الروبوت وبيجروا ورا تيسا اللي كانت في السفينه ونجحت انها تستخبى في مكان ما قدرتش الكلاب انها توصل له. وبعدين كيد ييجر وحبيب تيسا بيلاقوا عدد كبير جدا من الاسلحه في السفينه وبياخدوها وبيهاجموا الحراس اللي تبع لوك داون وبيقتلوا فيهم. وهنا تيسا بتروح لهم وابوها وحبيبها بيكونوا فرحانين انهم لقوها وبيبداوا يتحركوا علشان يهربوا من السفينه دي بدل ما يلاقوا نفسهم وصلوا المريخ، ولكن بتيجي الكلاب وبتطلع تجري وراهم لحد ما بيجي واحد من الاوتوبوت وبياخدهم وبيطير بيهم بعيد. بس برضه حراس كتير من السفينه بيطلعوا يجروا وراهم علشان يقضوا عليهم وبتقوم حرب كبيره بينهم، بس بينجح فريق كيد ييجر في هزيمتهم. وبعد كده جالفترون بيعرفهم انه ما ماتش من ايام زمان وانه ضحك عليهم لحد ما يحصل على ماده التكوين ويفجر المدينه والعالم زي ما فجرهم زمان ايام الديناصورات، وبكده البشر كلهم هيموتوا. وهنا كيد ييجر بيعرف كل الاوتوبوت اللي معاه انهم لازم يجيبوا ماده التكوين قبل جالفترون علشان يقدروا يمنعوا الكارثه اللي ناويها جالفترون وعاوز يعملها. وهنا كيد ييجر بيكلم مدير الشركه جو شاو علشان يحذروا من اللي ممكن يحصل، ولكن جو شاو ما بيهتمش بيه ولا بكلامه وبيقفل التليفون في وشه. وفي الوقت ده بيفوق جالفترون في المصنع وبيصحى كل الروبوت اللي زيه وبيطلب منهم يجيبوا ماده التكوين بسرعه ويفجروا في المدينه. ولكن هنا جو شاو كان اخذ ماده التكوين وهرب بيها بسرعه، ولكن اللي تبع المخابرات الخاينين كانوا بيطردوه علشان ياخدوا منه ماده التكوين اللي هو صنعها، ولكن بيقدر يهرب على سطح الابنيه وهناك بيقابل كيد ييجر وبيساعده وبياخده معاه. ولكن جالفترون بيرمي عليهم صواريخ وبيهاجمهم بكل قوه بالاضافه للخاين اللي تبع المخابرات. وبعد كده اوبتيموس برايم حاول يجيب مساعدات من ناس كتيره يساعدوه علشان يكسب الحرب لصالحه، وبيصحى كل المحاربين القدامى وبيتفقوا انهم يتحدوا مع بعض علشان ينقذوا العالم من الدمار. ولكن كل المحاربين القدامى كانوا رافضين كلام اوبتيموس برايم وهاجموه، ولكن قدر اوبتيموس برايم ينتصر عليهم وهنا بقوا تابعين ليه وهو قادهم للحرب. وبتقوم حرب كبيره جدا بين كيد ييجر واللي معاه من الاوتوبوت وبين جالفترون وكل الروبوت اللي تبعه وبيقدروا يخلصوا عليها كلها. وهنا بيجي الدور على لوك داون وبيحاول يعطل اوبتيموس برايم واللي تبعه بالمغناطيس الكبير اللي في سفينته، وكان بيرفع كل العربيات والمباني وبيرميها تاني على الارض علشان تنفجر. وهنا بيجي اوبتيموس برايم وبيدخلوا في معركه كبيره جدا مع بعض وبيستغل كيد ييجر اللي بيحصل وبيقدر انه يضرب نار كتير على لوك داون بعد ما خلص من الخاين بتاع المخابرات بمساعده الاوتوبوت. وبعد كده بيقدر لوك داون يرشق سلاح في جسم اوبتيموس برايم، وهنا بيجي كيد ييجر وبيحاول يخلص على لوك داون. وبعدين تيسا وحبيبها بيقدروا يخرجوا السلاح من جسم اوبتيموس برايم، وبعدها بيقوم من تاني اوبتيموس برايم وبيقدر انه يقتل لوك داون وبيخلص عليه بعد ما شق جسمه نصين. وهنا جالفترون بيفلت بجلده وبيخلع من المكان بسرعه، وبعد كده اوبتيموس برايم بياخد ماده التكوين وبيطير بيها علشان يقضي على كل اللي حاولوا يقتلوه. وقبل ما يمشي اوبتيموس برايم بيطلب من كل الاوتوبوت يحموا عائله كيد ييجر ويدافعوا عنه لانه وقف معاهم، وبيخلص هنا الفيلم. اتمنى يكون عجبكم، ما تبخلش انا باللايك، ولو انت مش مشترك في القناه اشترك في القناه وفعل زر الجرس علشان يوصلك فيديوهاتنا اول باول، واشوفكم على خير ومع السلامه.